مرحبا. مصطلح المجاهرة بالإفطار بحد ذاته هو مصطلح إشكالي. إن تفسير الإفطار العلني في شهر رمضان بكونه استفزاز لمشاعر المسلمين الصائمين وأنه أمر يستوجب العقوبة هو ينطلق من قراءة خاطئة لأولويات الحياة وإغفال لقانون التنوع الاجتماعي، وهو ينطلق من منطق استعلاء ومصادرة حق الآخرين في حرية الاعتقاد واختيار أنماط حياتهم. في الحقيقة لا يوجد أي نص ديني يعتد به أو نص قرآني في موضوع فرض عقوبة على الإفطار العلني في شهر رمضان. مرحبا. اليوم بدنا نحكي عن ما يسمى المجاهرة بالإفطار العلني في شهر رمضان وعقوبة ذلك. انطلاقا من مبدأ لا إكراه في الدين وحرية الإنسان في الاعتقاد، من باب أولى أنه لا إكراه في إلزام الإنسان بأي عبادة مخصوصة أو طقس ديني معين، فالصيام والصلاة والحج وغيرها كلها أمور مشمولة في الدين نفسه. الأصل في الدين هو القناعة والاطمئنان الداخلي وليس الإكراه والقسر، فالدين هو ما يدين به الإنسان بينه وبين ربه، وبالتالي الدين هو يقوم على الحرية، يقوم على القناعة، على الاطمئنان. عندما يقترن الدين بالإكراه والقسر عندئذ سوف يتحول إلى مجرد استبداد اجتماعي وسياسي. الحرية هي الشرط السابق للدين، هي الشرط السابق، لأن بناء على الحرية أنت تحدد أن تكون متدين أو لا، تحدد نوع الدين أو التدين، نمط التدين، وبالتالي كلياتها هي خيارات، وهي أي الحرية الشرط اللازم للمعايشة العقائدية الحيوية الخلاقة. الآن ننتقل إلى موضوع: هل الإفطار العلني في شهر رمضان هو سلوك أو جريمة تستحق العقوبة؟ للإجابة على ذلك، يعني بمعيار عموم الناس عبر العصور والمجتمعات، السلوك الذي يستحق العقوبة هو السلوك الذي يتسبب في ضرر بين للآخرين أو يترافق باعتداء على حقوق الآخرين. على سبيل المثال، إنسان يقتل إنسان، إنسان يسرق أموال إنسان، إنسان يتحرش بإنسان، إنسان يرتشي، إنسان يتهرب من الضرائب، إنسان يطلق شتائم عنصري بحق إنسان، في ضرر بين للطرف الآخر، وبالتالي هذا يستوجب عقوبة قانونية لردع ذلك. عدا ذلك، يعني الأمور الأخرى تقع في دائرة الاختلاف الطبيعي بين الأفراد والمجتمعات، ويعود تقديرها للشخص نفسه والعادات والعرف الاجتماعي، والإفطار أو الصيام ضمن هذا المجال. يعني وبالتالي إفطار الإنسان أنه يفطر أو يصوم هو شيء يقع ضمن دائرة العادات الشخصية والمجتمعية. يتم تبرير العقوبة القانونية بحق الشخص المفطر في رمضان بكونه يجب أن يحترم مشاعر الصائمين. خلينا نتساءل: أنت كشخص مسلم تصوم التزاما بأمر رباني وتنتظر الثواب من رب العالمين، إيش علاقة الآخرين بهالشيء هذا؟ أنت اخترت أنك تصوم، وهذا شيء امتثالا لأمر رباني وتقربا لله وانتظارا لثواب رب العالمين. إيش دخل الآخرين يصوموا ولا ما يصوموا؟ إيش دخلك فيهم يعني؟ وإيش دخلوا فيك يعني؟ لماذا يتم تفسير إنسان بياكل وبيشرب وبيدخن برمضان على أنه اعتداء على مشاعرك أو تحرش أو استفزاز لك؟ هذا تفسير مبالغ به. يعني حقيقة لا أرى مبرر لهذه الحساسية المبالغ بها تجاه سلوك الآخرين. للمفطرين في رمضان طلبوا منك أن تفطر مثلهم، ولا ينبغي على الصائمين في رمضان أن يطلبوا من الآخرين أن يصوموا مثلهم لتستمر الحياة بشكل طبيعي. ناس بتصوم وناس بتفطر عادي. يا ترى شخص متدين صائم يشاهد شخص آخر يدخن في الشارع، ألا تستطيع ضبط نفسك وسلوكك الغرائزي؟ أنت تصوم طمعا في الثواب، والثواب يعني أنه في مجاهدة. يعني أي إنسان عندما بيصوم بيشتهي يأكل، بيشتهي يشرب، وبالتالي أنت عم تمنع نفسك، عم تجاهد نفسك طمعا في ثواب رب العالمين. دع الآخرين. يعني أنت حتى إذا أنت حسيت يعني بانزعاج أو مضايقة أنه عم تشوف الناس عم تاكل وتشرب وأنت، هذا لك عليه ثواب، يعني أنت بزيد ثوابك بهالحالة هي. ليش حتى أنه عم يستفزوك؟ هم عم يمارسوا حياتهم المعتادة وقناعاتهم، ودعهم وشأنهم. يعني مثلا اللي بدي يقولوا أنا أعيش بالغرب منذ فترة،
أجلس مع أصدقاء في مطعم أو كافيه يقدم مشروبات كحولية، شاي، قهوة، وبعض الكافيات يعني بيسمح بالتدخين. ما علاقتي بالناس؟ يعني إذا في ناس عم يشربوا كحول أو عم يدخنوا، إيش دخلني فيهم؟ يعني أنا لست مدخن ولست يعني من اللي بيشربوا كحول. علي بنفسي، لا أنا بستفزهم ولا هنو بيستفزوني. ربي يسر، إيش دخلني بالناس؟ يعني أنا علي بحالي، إيش دخلني فيهم؟ يعني ما بعتبره استفزاز ولا هنو بيعتبروني استفزاز. هي جزء من الحياة، كل واحد له طقوسه الخاصة وخياراته الخاصة. اللي بدي أقوله لنتواضع قليلا يعني، ونحترم التنوع الاجتماعي اللي هو ظاهرة طبيعية موجودة في كل المجتمعات. المجاهرة، يعني مصطلح المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان، هذا بدي أوقف عنده. يعني مصطلح أنا بحسه ما ظابط، يعني هيك مصمم أو مطروح بطريقة ما أنا ظابطة. يعني الإنسان اللي بياكل وبيشرب وبيدخن بشكل اعتيادي في رمضان هو إنسان كان يأكل ويشرب ويدخن قبل رمضان، وراح يستمر يأكل ويشرب ويدخن في قبل رمضان، وبالتالي هو ما عم يستفز حدا، هو عم زلمة ماشي بروتينه الاعتيادي. وهو هذا ما سلوك، يعني ما سلوك استفزازي ولا عم يجاهر، هو زلمة عم يعيش حياته بالطريقة اللي كان يعيش فيها. هو لا يقصد التحدي أو الإساءة لمعتقدات وشعائر الآخرين. هلا منطق ما يسمى بالمجاهرة بالمفطر يعني رمضان بشكل عام هو منطق استعلاء. أنت عم تستعلي على الناس وترفض أنه تساوي حالك فيهم. يعني كإنسان لهم، أنت إنسان لك خياراتك اللي رح تاخذ ثوابها في الدنيا والآخرة، وهو إنسان له خياراته اللي ياخذ إيجابياتها سلبياتها أمر بخصوص. اللي بدي أقوله أنه ما يسمى بعقوبة المجاهرة بالإفطار أو الإفطار العلني في شهر رمضان لا تستند إلى أي نص ديني يعتد به. يعني حتى من القرآن الكريم هذا كلام يعني تقول على رب العالمين، وشيء لا يوجد له أصل قوي في الدين. هلا بالقرآن الكريم وردت الإشارة إلى يعني صيام شهر رمضان في 4 آيات في سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وفي عندي آية أخيرة تتحدث عن إباحة المعاشرة الزوجية حتى فجر اليوم السابق للصوم. بالوقوف على الآيات القرآنية يعني اللي بتخص شهر رمضان، منلاحظ أنه لا يوجد إشارة لا من قريب ولا من بعيد لعقوبة دنيوية تخص المفطر في شهر رمضان، سواء كان إفطار في الخفاء أو في العلن. وبالمفارقة الآيات القرآنية يعني تدعم الرأي القائل بأن صوم رمضان هو اختياري وليس فريضة إجبارية على المسلم. شو عم يقول؟ وعلى الذين يطيقونه، الذين يطيقون الصيام، ولم يقل وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي كتير تفسيرات يعني للآيات القرآنية معاصرة بتاخذ هالمنحى هي أنه الصيام هو اختياري وليس إلزامي أو إجباري، انطلاقا للنصوص القرآنية نفسها، للمنطق القرآني نفسه. اللي بدي أقوله أنا ما شغلت ناقش هذا الموضوع، بس يعني أقتضى الإشارة. هلق الآيات القرآنية تقرر أن الأمر الإلهي بالصيام يعني والوعود للصائمين بالخير، يقول إن كنتم تعلمون، أي أن رب العالمين يخاطب المؤمنين يقول لهم أنه أنا الأمر الإلهي أنكم تصوموا وهذا في خير لكم. ما جاب سيرة الآخرين ولا شيء، ولا جاب سيرة أي عقوبة يعني تخص الآخرين. اللي بدي أقول لهم في عقوبة يعني دنيوية أو عقوبة جنائية أو قانونية تخص المفطرين في رمضان بشكل عام، كان رب العالمين يعني خصص لها آية قرآنية واحدة. يعني بالقرآن الكريم في عندي 6328 آية. لو هذا الأمر مهم أو الأمر واضح ومن أساسيات الدين كان رب العالمين ذكروا في آية قرآنية لا بالسطر لا أكثر ولا أقل، وانتهى الخلاف حول ذلك. يعني
بنجي للأحاديث. لا يوجد أي حديث نبوي متواتر يفرض عقوبة على المفطرين في شهر رمضان أبدا، يعني كذلك الأمر، رغم أنه هلق الذهبي والفقهاء بيعتبروها من الكبائر، يعني الإفطار العلني في شهر رمضان. بدي يقولوا لا يوجد سند من داخل النصوص الدينية يعتد به لأي قول بعقوبة تجاه الإنسان الذي يفطر في شهر رمضان، وبالتالي حتى من منطق الدين الإسلامي نفسه هالكلام هذا لا يصح. هلا بنجي نحن لواقع الحال بالعالم العربي. طبعا الفهم السائد الموجود للإسلام هو فهم انغلاقي متشدد للأسف، يعني رغم أنه النصوص القرآنية والإسلام بحد ذاته قابل لفهوم متعددة منها كتير حيوية ومعاصرة، وبتسهل الحياة على المسلمين حقيقة، وبتخلي التدين يروح للمكان الصح اللي هو القيمي الأخلاقي السلوكي. هلأ المجاهرة بالإفطار أو الإفطار العلني هو سلوك يستحق العقوبة، وهو يعتبر بمثابة جريمة في 20 دولة عربية من أصل 24 دولة عربية، وكثير من الدول الإسلامية كذلك الأمر، وبالتالي هو أمر شائع جدا. يعني بمصر على سبيل المثال هناك عقوبة بالحبس 3 أيام وغرامة لا تقل عن 100 جنيه مع الحبس شهر لمن يفتح مطعم. وبالتالي إذا أنت أفطرت بشكل علني 3 أيام وفي غرامة 100 جنيه، والشخص اللي عنده مطعم بيفتحه شهر بينسجن هذا الشخص. هذا في القانون، ما بعرف أنا مقدار تطبيقه في الواقع، يعني ممكن يعني المصريين إنه بيجاوبوا عليه، بس في القانون المصري هيك. بالمغرب العربي على سبيل المثال ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 1959 على 413 على أنه كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي يعاقب بالحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهم مغربي. بسوريا قانون العقوبات السوري لا ينص على عقوبة محددة للإفطار العلني في رمضان، لذلك يعني في العهد الأسدي السابق يعني كان يتم التغاضي عن هذا الأمر ولا في أي مشكلة. بس ولكن العقوبة يعني يمكن تقرير عقوبة تعود إلى اجتهاد سابق وقديم لمحكمة النقض يجعل من الإفطار العلني يندرج تحت مبدأ يعني مخالفة الآداب العامة، واللي هي عقوبته حبس من شهر إلى 3 أشهر وغرامة 30 ليرة سوري. ممكن إعادة تفعيل هذه المادة يعني بالوقت الحاضر أو لاحقا، اللي هي ما مادة، هي اجتهاد، يعني اجتهاد استنادا إلى تفسير معين للقانون، أنه بفسر لك الإفطار العلني هو مخالفة للآداب العامة. بس هذا باب واسع، أي شغلة ممكن ما تعجب مجموعة من الناس يسموها أنها مخالفة للآداب العامة يعني، بس الإفطار ما في أذى واضح للآخرين، لذلك هو يعني شوفوا يعني تفسير ما منطقي كتير. لا بل أكثر من ذلك، يعني الجماعات الدينية المتشددة داعش وأمثالها الشخص اللي بيفطر بشكل علني في رمضان بيقتلوه، يعني بيعتبروا أنك أنت عدم الصيام بالنسبة للمسلم قصادا هو بالنسبة لهم ترك لأحد أركان الإسلام الخمسة، أي المعلوم من الدين بالضرورة، وبالتالي أنت تركت الإسلام ردي وبالتالي تقتل. وبالمناطق اللي بيسيطروا عليها بيعملوا هيك شيء يعني، وبالتالي يشوف الأمر أنه يتم تفسيره بهذه الطريقة الملتوية يعني، وبالنهاية لارتكاب جرائم. في النهاية ينبغي التمييز ما بين السلوك المخالف للقانون المستحق للعقوبة وبين العرف والآداب والاستحسان الاجتماعي. يعني ما بالضرورة كل شيء لا قانوني، في كتير شغلات في الحياة يعني ما بحبزة المجتمع، ما بحبزة الشخص يعني أو مستهجن، بس ما بالضرورة تكون جريمة تستحق العقاب، وبالتالي لا يوجد مطابقة ما بين الأخلاقي والديني والقانوني، كل واحد منهم له حد مختلف. كثير من الناس الغير صائمين يتجنبون تناول الطعام بوجود زملائهم أو أقاربهم الصائمين، وهذا شائع. يعني أثناء سنوات الاختصاص الطبي كان بالسكن داخلي على سبيل المثال أو الخدمة العسكرية الإلزامية، زملائنا الغير صائمين كانوا يعني يمتنعوا عن الأكل قدامنا يعني
نوع من العادة الاجتماعية الحميدة، أو يعني السلوك الشائع يعني اللي بينم عن الاحترام والتقدير يعني. وبالمقابل نحن عندما نفطر ندعيهم معنا لحتى يفطروا معنا رغم أنه هن ما صايمين، وبالتالي نوع من الاحترام المتبادل. هذا أمر بيعود تقديره للشخص وللمجتمع، بس ما أنه بتسجنه أو بتدفعه غرامة أو بتحبسه، أو يعني هذا أمر يعود تقديره للناس والتعامل بيناتهم يعني. شخص على سبيل المثال أنت بتهديه شغلي، ممكن هو يهديك على سبيل المثال، شخص ممكن تهديه ما يهديك، يمكن شخص ما تهديه ولا هو يهديك، كلها خيارات متاحة وتعود للمزاج الاجتماعي والمزاج الشخصي للإنسان. هلأ المشكلة الأساسية في هكذا نوع من القرارات اللي هي تطبيق عقوبة جنائية أو قانوني ضد الشخص المفطر بشكل علني في رمضان، هي أن هذا الموضوع هو تدخل في الحيز والشأن الخاص للأفراد والناس، وهذه ليست وظيفة الدولة. يعني ما وظيفة الدولة تقول لك شو تلبس وشو تاكل وتصوم وما تصوم وتصلي وما تصلي، هذا أمر متروك للناس. إذا كان ادعاء هذه السلطة أو الحكومة أنها تقوم بذلك لتقوية الدين وتعزيز هيبة الإسلام، أقول أن قوة الدين أو الإيمان أو الإسلام يكون في صدقه وانسجامه مع شخصية الإنسان وتعزيز السلوك الأخلاقي للمؤمن والقيمي. يعني بينعكس الإسلام أو الدين أو تدين الإنسان الجيد من خلال سلوكه، تعامله مع الناس، سمعته الطيب، تعامله. هذا هو معيار الدين يعني، طبعا إلى الجانب الخاص بينك وبين رب العالمين. والسلام عليكم، وكل رمضان وأنتم بخير.